السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننزل اوبجكت ونتعامل عليه. عشان تنزل اوبجكت في برنامج بلندر عندك طريقتين، طريقة الاختصار واللي احنا كنا بنشتغل بيها، او من انك بتدوس هنا اد، تروح على القائمة دي بتقول له اد وتنزل اي اوبجكت انت عايزه. وخليني افرق لك ما بين مجموعة الاوبجكتس الموجودة عندي. انت عندك هنا حاجة اسمها مش، كيرف، سيرفس، ميتابل، تكست، فوليوم، حاجات كتير جدا كلها مختلفة عن بعض، ولكن المش هو الاوبجكت اللي احنا كنا بنشتغل عليه من شوية، زي الكيوب، زي الحاجات اللي هو العظم بتاع الاوبجكت نفسه، الموديل نفسه. بقية الحاجات بتخدم عليه. طيب خليني انزل كيوب بالشكل ده، بالشكل ده كده، او ادوس شيفت ايه واقول له كيوب. تمام. اد، شيفت ايه، اد، حرف الايه يعني اد، اضافه. تمام. مش كنترول ان يعني نيو، ده نيو بروجكت. مش هجيبها من كلمه مش، عشان كلمه مش حرف الام، لا. شيفت ايه، اد اوبجكت. اوكي تمام. هضيف من هنا كيوب. كده انا ضفت الكيوب ده. خليني اجيب الكيوب ده كده شويه. شيفت ايه، انزل حاجه اسمها يوفي سفير، يعني كوره بالشكل ده. طيب مبدئيا كده في فرق ما بين الاتنين دول. اولا ده كده كيوب شكله كويس جدا مظبوط، ولكن السفير ديت يعني مكسره كده ليه؟ يعني هي ليه مش كوره؟ مش ليه مش ناعمه؟ يعني مش ناعمه ليه؟ عشان هنا لو دوست كليك يمين عليها هلاقي عندي هنا 3 انواع من الشيدنج. هنا بقى في حاجه اسمها الشيدنج. في عندك الشيد سموث والشيد فلات، وفي الاوتو سموث ده هنتكلم عنه. الفلات اللي هي الموجوده عليه، لو دوست كليك يمين قلت له شيد فلات طبعا هي زي ما هي، لكن لو دوست كليك يمين قلت له شيد سموث بقت ناعمه بالشكل ده. طب لو رحت للكيوب قلت له شيد سموث، بص كده، هو ما بقاش فاهم انت عايز منه ايه. يعني هو لازم يبقى فلات عشان دي زاويه 90. لازم تبقى فاهم كويس جدا احنا عملنا ايه. خليني اروح على الاوبجكت من هنا واخش على النورمال. اوكي. هنا لو قلت له مثلا اوتو سموث بالشكل ده، وبدات ازود الدرجه بالشكل ده، فهيبدا يعمل سموث. طبعا ده عشان بس كيوب، عشان مفيش زوايا فيه كتير فمش هيبان معايا. لكن خليني بقى انزل لك اوبجكت تاني، مثلا حاجه زي السلندر بالشكل ده. السلندر دي لو رحت من هنا قلت له خليها لي شيد سموث، بص هتعمل ازاي. طب خليها لي فلات. الله، ما انا مش فاهم، انا عايز الجزء ده سموث والجزء ده فلات. فقوم جاي رايح من هنا اقول له اوتو سموث بالشكل ده الاوبجكت اللي انا عملته ده. فدي حاجه مهمه جدا انك ازاي تتعامل مع الاوبجكت ده. تمام. ده كده عملته فلات هيظهر معايا بالشكل ده، لو ده عملته سموث هيظهر معايا حاجه زي كده، حاجه كده يعني قريبه من الفونج تاج اللي موجوده على برنامج سينما 4 دي. طيب درس النهارده انتهى. النهارده كنا بنتكلم عن شيد سموث. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس اللي جاي. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.